السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة أرسل لي كلمة إنجليزية هي idol، فأنا جاوبته، لكن بعدها قال لي السبب ليش هو يسأل عنها. ذكر لي أن هناك برنامج اسمه Arab Idol يعرض على قناة الMBC. أنا اليوم في هذا المقطع أبرأ إلى الله عز وجل وأبين لكم أمر مهم جدا حول معنى هذه الكلمة. كلمة آيدول هو بمعنى معبود أو صنم أو وثن أو طاغوت. عندي مصادر ممكن أنت يعني الحمد لله هذه قناتي اليوتيوب منذ سنوات وأنا أدرس وأتعلم وأقرأ، ليس فقط في تعلم اللغة الإنجليزية، كذلك في الثقافة. نوعت في الثقافة البريطانية والثقافة، قرأت في الكتب الثقافة الأمريكية وفي التراث، وهذه كلمة يعني ليست غريبة علي والله الحمد، ولكن أحضرت المصادر حتى تصدق إن شاء الله. ناخذ أول كتاب وهو كتاب ويبسترز. هذا الكتاب يرجع إليه الأمريكان وليس خاص في تعلم اللغة الإنجليزية، إنما هو يرجع إليه الأمريكان. كلمة idol هنا يقول an image of a god used as an object or instrument of worship، يعني هي صورة إله أو شيء جماد أو مصنوع من أداة للعبادة لكي يعبدوه. طيب، هذا ويبسترز أقوى القواميس. عندي كتاب آخر وهو American Heritage، هذا يتكلم عن التراث الأمريكي، صور، رموز، أماكن، جميل جدا، خاصة إذا كنت بتثقف في الثقافة الأمريكية. يعني كتاب لا أعتقد أحد يقدر يرد عليه إذا كان فيه خطأ أو فيه أي شيء. كتاب موثوق، يتكلم عن كلمة idol في صفحة 872 الطبعة الجديدة. An image used as an object of worship، مثل ما قلنا التعريف المشوين، هو صورة لشيء جماد يعبد، ومعنى آخر a false god، إله مزيف. هذا القواميس الكبيرة. روح للقواميس الخاصة في تعليم اللغة الإنجليزية أو تعلم اللغة الإنجليزية. كتاب لونجمان، طبعا يعني أفضل الكتب لونجمان، دائما هو المفضل لدي. الآيدول يقول a picture or object that is worshipped as a god، صورة أو شخص يعبد من دون الله أو يعبد كإله، يعني من دون الله. الكتاب الثاني اللي هو primary للمبتدئين، هذا كتاب مبتدئين باللغة الإنجليزية، أيضا موجود الكلمة idol a statue or image that people worship as a god، تمثال أو صورة الناس يعبدونها كإله من دون الله. طيب، نشوف كلمة أخرى أو قاموس آخر، هذا خاص في الطلاب يدرسون مواد مختلفة، يعني خاص للمواد الدراسية، خاص قاموس بالمواد الدراسية، يعني ينفعك لو بحثت عن كلمة خاصة في مثلا في التاريخ، في العلوم، في المواد الثانية. يقول هنا idol a statue that people treat as a god، يتعاملون معه تمثالا، يتعاملون مع الناس كإله، يعني يعبدون من دون الله. أيضا عندي مواقع هنا، نوريكم كم موقع. هنا موقع اسمه Amazing Bible، وهو يعني الإنجيل المدهش، موقع ينكرون عبادة الأصنام، ويقول هنا idols that are made cannot، يعني إيش الأشياء التي لا يستطيع أن يقدمها الأصنام. idols cannot see، لا يرى. idols cannot hear، they cannot speak through their throat، لا يرون، لا يسمعون، لا يتكلمون. they cannot smell، حاسة الشم معدومة. they cannot handle anything، لا يستطيعون أن يقدمون ولا يؤخرون. they cannot walk، لا يستطيعون على المشي. they cannot know anything، لا يعلمون أي شيء. هنا ينكرون في موقع amazingbible.org. هنا موقع آخر في آية عندهم تقول You shall have no other gods before me، يعني هذا الإله يقول هو الله، يقول أنه لا إله قبلي. You shall not make for yourself an idol، ولا تجعل لك إلها يعني خاص بك in the form of anything، بأي شكل من الأشكال in heaven، سواء في السماء above or in the earth beneath، أو في الأسفل الأرض or in the waters below، أسفل المياه. يعني وهذا صنم، شايفين الصورة ذي، صنم اسمه شيفا، صوره أحد البوذية. وهذا لو تلاحظوا هنا شو يقول، هنا يقول idol، كلمة idol. وهنا أيضا صنم آخر للبوذية، هذا صنم Best New Lord Buddha Statue Idol، شايفين؟ يعني هذه الرسالة
أنا متخصص لغة إنجليزية ويجب علي أن أنكر هذا المنكر. أنا مسلم موحد لا أقبل هذه المصطلحات لأنها تنافي الإخلاص. العبادة لله عز وجل. وأنتم أخوتي وأخواني وأخوتي المشاهدين والمشاهدات، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل أن تنشرون هذا المقطع بواتساب، أهل الآيفون، أهل البلاك بيري، المواقع، انشروا هذا المقطع لكي تبرؤون أمام الله عز وجل من هذه الكلمة. أنتم مسؤولون، علمتم الآن، لابد أن تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.